ومعلومة مهمة جدا علشان لازم تعرفيها لما تيجي تعملي الفايش بتاعك صوابع بالشكل ده، لازم كله يكون جنب بعضه، ما سيبش مساحة بالطول، لان الفايش لما بتيجي يخمر انا عايزاه يعمل بومبيه من فوق، مش عايزاه يدي بالطول. خلاص. فلازم تزنقيه، يعني لازم الصاج اللي انت تعملي فيه يبقى محكم، يبقى كله جنب بعضه. بصوا بنفس الطريقة الحبة اللي هما فضلوا معايا انا عملتهم في قالب انجليش كيك، علشان كله يبقى مزنق جنب بعضه بالشكل ده. طبعا انت لما تيجي هنسيبه ان هو يختمر، يا اما تغطيه بفوطه بره على المطبخ، يا اما تحطيه في فرن البوتاجاز زي ما انت شايفاه كده. طبعا فرن البوتاجاز مطفي تماما، هيسيبه لحد ما يختمر معايا ويعلى، وهبتدي بعد كده اطلعه من الفرن واشغل الفرن بتاعتي 180 درجه رف وسط زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اضيف الصاج بتاعي. بس انا الصاج بتاعي ده عشان خفيف شويه قلقت منه، حطيت تحتيه صينيه علشان يفصل الحراره شويه يخليها تبقى هاديه عليه. بصوا كده، ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما استوى بصوا عامل فراغات لوحده